السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع اخوكم محمد او اكثر ثمانية جيب لكم فيديو جديد. اليوم طبعا الاخت شو اسمه هذه كاتبت اخوي تعلمني البرمجة مقابل السعر اللي تبغاه يوصل لك. احنا ما نبي من عندك ولا ريال. حلو. راح اعلمكم اليوم كيف تتعلم البرمجة. اول شيء لازم تسويه تحمل برنامج اللي هو فيسل ستوديو اتوقع وكذا اسمه. خلينا نشغله. تمام. اول شيء انت تعلم حمله وسوي زي ما انا راح اسوي. حلو. اول شيء صمم. اول شيء تعلم التصميم في داخل البرنامج. تعلم كيف تصمم، كيف كذا كيف كذا. بعدين يعني نقول انت هذه البتون او اللي هي الزر تبي له شيء. طبعا البرمجة لها اكثر من شيء. تسوي نيو بروجكت. خلينا نكبر الشاشة. طبعا انا عندي ما شاء الله البرنامج من قوته ما يعلق. واضح انه ما يعلق. جد جد يعني اعاني معاناة وانا برمج يا الربع. شوف لا يستجيب. عوافي عوافي عوافي، حتى لو شغله مليون مرة ما في مشكلة. راح ارجع لكم اذا اشتغل الله يعين. اوه اشتغل اشوف. طيب، اول شي راح اشرح لكم الحين الاشياء. تضغط على هذا ويطلع لك الاشياء الزبدة. هنا عندك اذا تبي تسوي برنامج او هنا موقع على الويب او مدري وشو اشياء طبعا كثيرة. او تسوي لعبة او تنشرها او برنامج للايفون للايباد. اصبر الحين راح اشرح لك كيف تسوي للايباد والايفون. دقيقة. عندنا الاندرويد. تضغط على هذه وتسوي كذا بعدين تكتب اوكي اللي عشان تبي تسوي برنامج للاندرويد اللي هو الجلاكسيات. الكلاود ها والله ما ادري وش معناه. الاي او اس نفس الشيء للايفون، برامج للايفون. حلو. طبعا عندنا اشياء كثيرة والله العظيم. يعني انا ماني محترف ذاك الاحتراف اللي يعني انا اطلق واحد بالبرمجة، لا والله اني زيكم يمكن زي الشيء اتعلم وكذا. حنا انت شوف يوم تحمله تنزل عند هذه. شوف اول واحدة اللي هي ويندوز فورمز ابلكيشن. تضغط عليها وتسوي اوكي. هذا اول شيء انت تسويه عشان تتعلم ايش؟ تتعلم البرمجة قبل ما تحط الاكواد وتتعلم الاشياء من الالف الى الياء. فشوي بيطول شوي صاير. يا جماعة اذا تسمعون صوتي صغير تراني كبير. اوكي تراني كبير أنا والله جد. لكن المايك اللي اليوم شاريه ابو كلب. طيب الحين انت راح يطلع لك فورم 1. هذا هو. يعني انت الحين نقول تبي تسوي برنامجك هذا حجمه، او نقول برنامجك هذا حجمه. انت عاد تحط البرنامج اللي تبيه. حلو. تكبره. اذا ضغطت على الابيض هذا مرتين راح تدخل على البرمجة حقتك. فالبرمجة انا زي ما قلت لك بعدين اول شي تعلم التصميم، لان البرمجة شوي صعبة ويبيلها يعني. اما اذا عرفت التصميم تقدر تاخذ سورسات وسورس، نقول هاكر نقول اي شيء، بس تفتحه وتغير اي شيء وتصمم وتنزله وتصمم مثل البرنامج. طيب لو نضغط على الابيض ضغطة واحدة، ضغطة واحدة ركز معي، ضغطة واحدة يعني مو ضغطتين كذا، ضغطة واحدة. تجي هنا عندنا اشياء كثيرة. هنا يقول لنا مدري وش هو ولا مدري ايش. هنا الالوان، شفت اللون الابيض هذا؟ اتوقع الحدود او شيء من هذا. نقول بخليه اسود يعني فهمتني انت صح؟ شوف يعني بدال اللون الابيض. او اذا بغيت احط صورة ورا اروح عند نوني او كذا، اضغط على هذه الكلمة واضغط على امبورت مدري وش ذي. وتبدأ تروح عند الصورة اللي تبيها تطلع لك في البرنامج او الابلكيشن او اللي انت تبي تسويه. نحط اوكي. نقول الحين هذا البرنامج اللي بنسويه يا طويل العمر. طيب الحين هذه يوم تفتح البرنامج تلقاه كذا. نبي نضيف طيب يا حمد ازرار اشياء زي كذا زي انتو الهاكر حركاتكم حلوه مدري ايش. طيب الحين بشرح لك يا اخوي. تروح عند آه، باي ما ادري وش اسمه والله، زي ما قلت لكم الانجليزي عندي مضروب. بعدين تروح عند تول بوكس اللي هي الاشياء اللي تحتاجها. عندنا البutton زي ما قلت لكم الازرار. نقول ان بنسوي زر هذا كبره او الزر هذا كبره.
طيب نقول حنا نبي نسوي الحين برنامج بس كذا، يعني زي ما قلت لك الحين تضبط. نقول تشيك بوكس اللي الخيارات، خيارات يعني تختار هذا وهذا وهذا، فهمتني انت صح؟ يعني لو تسوي برنامج تهكير كود 9 كذا، تقول تبي فلوسك كذا، تبي فلوسك كذا، تبي فلوسك كذا. طيب طبعا بعدين لازم تبرمجهن واحدة واحدة ترى يعني. كيف طيب اعرف كيف ابرمج؟ اول تكتب في اليوتيوب شرح استخدام البutton وتكتب اسم البرنامج، او نقول نبي يشرح لنا هذه شرح استخدام اللي هي تشيك بوكس، بيشرح لنا كيف نستخدمها حبة حبة. او نسوي كيف هذه حقت الخيارات نفس الشيء، آه نفس الشيء طبعا، يعني خيارات او ما ادري والله وش ذي. زي ما قلت لكم انا لسه مبتدئ في البرمجة وكذا، بس الحمد لله قاعد اسوي اشياء خطيرة خطيرة الصراحة. احسن شيء التشكيلة حقتي اللي سويتها. نقول نبي نكتب نسوي كتابات، نقول كذا نضغط عليها مرة واحدة ونجي نروح عند مكان اسمه تي اي اكس او اللي كتابة، نضغط عليها حذف، نقول راح نسميه هاك، نسميه هاك. تصعد فوق وتقدر تغير لون الخط. حلو، كيف تغير لون الخط؟ اللي هو البلاك او اللي هو الكلور او كلور كتابة مكتوب. نقول نبي على اساس كأننا هاكر كذا نخلي لون اخضر. حلو، نقول لون اخضر زي ما شفتوا صار لون اخضر. نقول الخلفية اللي وراه اللي هي البيضة نبيها تصير سودة، نضغط عليها بصارت سودة زي ما تشوفون كيف. اول شيء انت زي ما قلت لك لازم تتعلم التصميم، يعني تصميمك هو اللي راح يخلي يعني البرنامج اقدح شيء. نضغط على هذه، هنا نختار الخط، نقول نبي الخط 30 كبير مرة كذا، يعني الباتن يعني نقول هذا الزر حق تهكير. حلو، كمثال نقول هذا الزر يعني اذا نقول هاك، وهنا انت تقول برمجت هذه وحطيت فيها برامج وكذا. طبعا نفس الشيء تضغط عليها مرة واحدة وتكبر الخط، ونفس الشيء ترى يعني كلهن نفس الشيء. هنا بعد نكتب نغير الكتابات، نقول هاكر انستغرام، هاكر انستغرام، انتر. وهنا هاكر فيسبوك، هاكر، نقول هاكر فيسبوك. شفتوا قاعد يتغير ترى، بس تكتب انتر. لازم تكون عنده تي اي اكس اللي هي هذه. نقول نكتب هاكر تويتر، هاكر، هاكر تويتر، وانتر. نبي نكبر الخط، نفس الشيء تروح عند فونت او فونت مدري شنو وتختار الخط، نقول نبيها 16 يكون كذا، هذا كبر الخط. وهنا نفس الشيء 16 الخط اللي تبيه، الحجم اللي تبيه يا رجل يعطيك اياه على طول. فكذا انت لازم تتعلم اول شيء التصميم، بعدين تتعلم الاكواد. طيب نحن سوينا كذا، نقول هذا برنامج كذا، وعندنا ايش رجيم اللي هي هذا مكان نقول له يكتبون فيه اتوقع وكذا، تخلي الشخص يكتب فيه. وعاد انت تبيك تستكشفن انت بنفسك يا رجل، اوكي؟ زي ما الحين وريتك انا، طبعا في والله العظيم والله العظيم اني ما اعرف هذا ايش معناها، ذي ما ادري ذي ما ادري ذي ما ادري. ما اكذب عليك يعني اقول لك اعرفها الف بالياء، لا. اذا بغيت تتعلمها اكتب اسم الاداة واروح برا واكتب شرح اداة واستعمالها وكذا وطريقة برمجتها. حلو، يعني طريقة مرة بسيطة كذا وتتعلم البرمجة بإذن الله. والله العظيم لو معاك يعني شاد انت خلاص، يعني متأكد انك يعني انت بتسويه وراح تسوي حق يعني، راح تتعلم البرمجة وراح تتبرمج وكذا. طبعا عندنا اللي هي لينك ابيليت من شو اسمه ذي، اللي نقول رابط، نبي نحط رابط هنا، نقول نكتب هنا الرابط. طبعا انا قاعد اشرح لك بعد الادوات. الرابط ونحط انتر. نقول خط الرابط راح نخلي هذا الملف حجمه زي ما قلت فونت
مش اسمها ذي والله ما ادري. طبعا زي ما قلت لكم عندي انجليزي عندي مضروب. نقول نخليها 30، نخليها كذا كبيرة. الرابط او يعني شيء انت مهم يدرون عنه الناس. نقول رابط القناة انت حاطه هنا، رابط تويتر، رابط انستغرام. الروابط ترى سهلة ترجمتها وبرمجتها، يعني مرة سهلة. يعني تقدر تسوي ملف زي كذا وتحط رابط 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 رابط، نقول هذا رابط يوديك القناة هذا، قناة هذا، قناة هذا. فكرة حلوة صح؟ سووها. و... وان شاء الله اي واحد يسوي برنامج يبرمجه يرسل لي اياه، على اي يكلمني ويقول لي حمد هذا البرنامج كذا كذا وبس. طبعا نفس الشيء حتى عند البوتن تقدر تغير الكلام المكتوب عليه وتخليه كبير تخليه صغير. يعني ها بوتن كذا مكتوب، اذا تبي تغيره بدال البوتن يكون عربي نكتب الزر او موافق. يعني شفت نقول حنا نبي يضغط على كلمة موافق. دقيقة خلنا نلقاه. ها موافق وانتر. نقول نبي نغير اللون حق الكتابة، نبي نخليها لون اخضر. نفس الشيء، ما يعني سهل مرة يعني. انت كذا تتعلم الحين. اول شيء زي ما قلت لك تتعلم تصميم، بعدين نقول تتعلم برمجة روابط، يعني كيف تبرمج روابط. تضغط على هذه وتكتب الكلام. يعني نقول كلمة دقيقة برمجة روابط. اتوقع عندي واحدة انا حقت برمجة روابط بس ما ادري والله وين هي. ثواني خل القاها. دقيقة حتطور التصوير. والله انا طول التصوير يا الربع. دقيقة هذا روابط لا مو روابط. روابط البرمجة. يعني هذا الكود. يعني انت مو لازم ترى تحفظ الاكواد. حلو نقول كذا تحط انتر ونحط هنا الرابط اللي نبيه. نقول يوتيوب او نقول اي شيء. نقول يوتيوب دوت كوم. انتر. يا ريال جبت لي ضغطت انتر. شوف يا الربع مو باي شيء تضغط عليه انتر. اوكي زي ما قلت لك مو باي شيء تضغط عليه انتر. يعني شفت يوتيوب دوت كوم. انت بتضغط انتر مو باي شيء تضغطه. نقول احنا برمجنا ذا الرابط يوم تضغط عليه بيدخلك على اليوتيوب. شفت كيف الحركة؟ طبعا بعدين اذا خلصت برنامجك وعجبك وتبي تنشره للناس، ما غير انك تسوي ستارت او تسوي سيف عند هذه الكلمة وتسوي هذه الكلمة وزبدة تحفظه سيف او سيف ال او زبدة تحفظ. فهمتني كيف تحفظه؟ احفظ. نقول هذا النبي يكون في سطح المكتب سيف. نقول انا بعدين بعدل عليه مرة ثانية. فهمت؟ نقول هذه الملفات كذا بعدل عليها من بعدين او بكرة او شوف متى. واذا خلصت تبي تجرب برنامجك اللي سويته تضغط على كلمة ستارت. طبعا ما راح يشتغل لانه في ايرور كثير ما برمجت اي شيء فيه. ما راح يشتغل مستحيل. ما راح يشتغل انا ادري لان ايش. في اشياء ثانية ما ضبطناها زي البوتون والاشياء. شفتوا يقول انه ايرور والحين راح يقول ان المشاكل كذا. خلنا نضغط على مشكلة. اوكي عندنا مشكلة في الرابط زي ما قلت لكم. يعني الاكواد انتبه انك تغلط فيها. صراحة اكره شيء يمكن تغلط فيه الاكواد. اكثر شيء يغثك غث تخطف الكود او كذا وخليك تعيد الشغل. اتمنى يا جماعة الفيديو عجبكم. لا تنسوا لايك سبسكرايب وقوموا دفعوا بالرجال هذه الحلوة. لا تنسوا تحط لايك والاشياء الحلوة. ان شاء الله راح انزل لكم بعد شرح، يعني اقوى شرح ان شاء الله تهكير حسابات بالهبل وبس. كان معكم اخوكم محمد او اكسب 8. يلا سلام. طبعا اذا بغيت تسكر تحط يس. اوكي تحط يس بعدين تقدر تبرمج مرة ثانية يعني. يلا سلام.